السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل صلصة الطماطم الرائعة، طعم رائع وكمان لون حلو. وزي ما تعودنا قبل ما نبدأ أي حاجة نصلي على أفضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. معايا طماطم. الطماطم يشترط اللي هي تكون طماطم يا جماعة بلح. يعني إيه بلح؟ يعني عاطية الشكل المطول، مش مدورة. الطماطمية ما تكونش مدورة، تكون مطولة عاطية شكل الطول كده زي البلح. ببدأ اللي أنا أشيل الحتة اللي هي القمع دي بسكينة رفيعة، وأبدأ اللي أنا زي تقويبة كده بشيل حتة القمع وأبدأ أقطع كام طماطمية كده. ومعايا فلفل أحمر بس ما يكونش حراق، يعني سبايسي. لو انت عايزة تحطيه حطيه، إيه مش حابة يبقى فلفل عادي رومي لونه أحمر. إيه هو ولادك بيحبوا الحاجة المشطشطة هتحطي من ده على ده، أو سبايسي بس، يعني ده بيرجع لك. أهم حاجة الفلفل الأحمر شرط معايا يعني في صلصة الطماطم، سواء كنت هعملها سبايسي او هعملها عادية، لازم الفلفل الاحمر معايا. ببدأ اللي انا اقورها كده، وابدأ طبعا اول حاجة بغسل الطماطم دي مغسولة كويس جدا ومصفية. ليه بشقها 4 عشان اتأكد اللي هي من جواها نظيفة ما فيهاش اي حاجة. افرض وانا كده بقطع كده لقيت قشرة كده مش حلوة، ببدأ اللي انا اقشرها بالسكينة عادي خالص واقوم شايلها. هنا بقول لكم لازم تكون الطماطم عاطيه شكل طولي، يعني طماطم بلح. طبعا المقطع ده مش الاصلي، انا كنت عامله كميه طماطم محترمه هتشوفوها مع بعض، وكان ما شاء الله يعني في حله كبيره خالص. بس جيت وانا بمنتج الفيديو ادور على المقطع ده وانا بقطع معاك وبعمل الطريقه دي، مش لاقي اي حاجه. ادور تحت السرير فوق الدولاب مش لاقي اي حاجه. المهم يعني قلت خلاص انا عندي كام طماطميه كده كنت شايلاهم جامدين، هنعملهم مع بعض تاني. وهحط المقطع عشان اعرف البنات المبتدئ اللي انا منهم ازاي نعمل صلصه الطماطم بالطريقه الصح. دي الطريقه الصح يا جماعه، هنعملها والله بالطريقه صح بدون اي افتكاسات واختراعات. وطماطم ما شاء الله طعمها لو قعد من السنة للسنة مش بيغير تماما. خلاص بقطعها كده 4 تربع عشان اتاكد ان هي نظيفه. وبجيب الفلفل اللي انا غسلاه وشايله قمعه ومصفياه وبقطعه كده شرايح او حلقات مدوره. وجايبه كمان بنجرايه وببدا اللي انا اقطعها شرايح مدوره. فايده الفلفل الاحمر اولا فيه فيتامينات وبيعزز لون الطماطم معايا. وفايده البنجر طبعا، البنجر بقى حدث ولا حرج. يعني البنجر ما شاء الله لا قوه الا بالله مفيد جدا جدا. يعني كمان لما نضربه يعني في الخلاط مع فراولة أو جوافة، يعني الله أكبر. عصير للبنات أو للولاد مفيد جدا، او لينا احنا مفيد جدا. فالبنجر مفيد جدا اللي انا ادخله مع الطماطم، هيديلي لون حلو وهيديلي كمان قيمه غذائيه عاليه جدا. في ناس هيقول لي لا ده هيبقى، لا يعني هو هاجي اعمل مثلا حبه مكرونه طعم البنجر هيبقى فظيع. ليه نخلي البنجر طاغي؟ ليه نخلي الحاجه ما يبقاش بينها، يعني بين الطماطم والبنجر نسبه وتناسب؟ هنا انا حطيت حبه ميه صغنطتين زي ما انتم شايفين، لان الطماطم لسه هتنزل ميتها. وانا بقول لكم نحط حبه ميه في الأفضية كده بساط عشان يساعدوا الطماطم كده تغلي مع بعضها. رفعتها على نار البوتاجاز لغاية هنا ما تغلي كده. انا بوريكم المراحل الأولانية تفضل تغلي، ودي المراحل في البداية. كده لسه ما وصلتش للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزاها مهرية خالص 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 كأنها بوريه، وكمان البنجر مستوي كمان، يعني كمان هتغطي عن المرحلة دي. يعني دي كمان مش المرحلة الأخيرة. خلاص لما توصل للقوام بقى بتاع المظبوط، هقوم انا طافية عليها لغاية ما توصل للقوام المظبوط. انا حطيت بنجر قد ايه وعلى كمية طماطم قد ايه عشان يبقى فيه زي ما بتقولي يا ايمان نسبة وتناسب. هقول لكم هنا بقى مية البنجر. شفتوا المية اللي فيها البنجر والفلفل لونها دي مش هرميها، دي اللي هضرب فيها الطماطم، دي اللي فيها الفيتامينات والفايدة. اوعي ترميها، مفيدة جدا. وكمان انا يعني مش حاطة مية كتير، ده انا حاطة حبة صغنطتين والطماطم نزلت بقى ميتها واتظبطت معايا. خدتها وضربتها في شفشق الخلاط وبقت زي ما انتوا شايفين كده معايا. هبدأ اللي انا اصفيها بمصفى زي ما انتوا شايفين كده سلك، مش المصفى العادية اللي بنعمل فيها الرز عشان ما ينزلش منها تفل او ينزل منها قشر. انا عايزة مصفى ضيقة عشان الطماطم دي لو حبيت اعمل حبة مكرونة كده سخنين يبقى رائعة وما تبقاش فيها تفل او قشر.
تمام كده، تمام كده. واحنا بنتفرج نصلي على افضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. انا كان معايا طماطم قد ايه؟ كان معايا 20 كيلو طماطم. حطيت عليهم بنجر قد ايه؟ حطيت عليهم كيلو بنجر. حطيت عليهم فلفل قد ايه؟ كيلو فلفل، يعني حاجه مش باينه. يعني البنجر نسبته قليله جدا جدا جدا، ولا الفلفل نسبته كمان قليله جدا جدا. عايزه تزودي الفلفل عن كيلو 2 كيلو والله ولا هيعمل اي حاجه. عايزه تزودي البنجر كمان بدل كيلو 2 كيلو ولا هيعمل اي حاجه. انا اللي كان عندي كيلو بنجر حطيت عليه 20 كيلو طماطم. يعني الكيلو البنجر ده أنا كنت مخزناه في الفريزر وعارفه اللي هو كيلو، حطيته على 20 كيلو طماطم اللي انا اشتريتهم، وكان عندي كيلو فلفل احمر حطيته معاهم. وزي ما انتوا شفتوا سلقتهم مع بعض في الحلل دي. بقى دي كانت حلل مليانه طماطم، بس طبعا المقطع زي ما انتوا شفتوا اتقطع مني، فاضطريت اللي انا ابين لكم بقيه الخطوات زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بصفيها بمصفى ضيقه جدا برفعها على النار وبتبدا اقلبها على النار. اهم حاجه النار تكون نار هاديه مش متوسطه. الطماطم نار هاديه يا جماعه عشان ما تشيطش من تحت وتطلع ريحه وتبقى تفور على البوتاجاز وتخلي لك الدنيا معاكي مهلبيه في الزلابيه، يعني هتبقى وحشه جدا. يعني هيبقى البوتاجاز بتاعك متبهدل والحله من بره متبهدله والطماطم ريحتها شايطه. ده لو انتي عليت النار. اما لما بتهدي النار فعلى اي حاجه بقى، طماطم، فراخ، لحمه، كوارع، اي حاجه نارها هاديه بتاخدي طعم منها حلو جدا وطعم مظبوط. هنا بفضل بقلبها على نار هاديه يا جماعه، او اعلى من الهاديه سنه بسيطه، وابدا اقلب كده. اول ما بتغلي مني وخلاص دخلت في التسبيك بخلي النار على نار هاديه خالص بقى، كانها سبابته كده، واسيبها تستبك مع نفسها 3 ساعات 4 ساعات 5 مع نفسها. هنا بقول لكم وصلت للتسبيكه دي. انا هنا عامله نوعين تسبيكه. يعني ايه؟ يعني في طماطم زي اللي انا بقلبها دي تقيله، سبتها لما خلاص اتبخرت وتقلت معايا كويس جدا، دي هستخدمها. هقول لكم واحنا شغالين في ايه. والطماطم اللي في الحله دي اللي انا هعبيها معاكم دي هستخدمها في الخضار. اما اجي اعمل حبه بسله، حبه لوبيا، حبه فاصوليا، حبه خضار كده، هبدا ان انا اخد الطماطم دي قوامها حلو جدا وانا مش عايزاها تقيله قوي. طبعا انا ما حطيتش في الطماطم سكر ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجه ولا اي اضافات. السكر طبيعي انا بحطه لما باجي اطبخ اي خضار اساسي معايا، معلقه السكر في حله الخضار اللي انا بعملها، والملح بظبطه في الاخر لما بكون هطفي على الخضار اخر حاجه بحطها، والزيت طبعا بقلي في البدايه بيه. فمش هحط اي حاجه ملهاش اي لازمه وتقعد معايا تغير طعم او تغير في حاجه. انا ده الطريقه الاصليه اللي انا واخده عليها. ربنا يعني يدي لماما الصحه وطولة العمر وحسن الخاتمه. دي طريقه ماما، والله يرحمها حماتي ويجعل مثواها الجنه ونور قبرها وقبر اموات المسلمين. دي طريقتها برضك. فالطريقه دي يعني واخداها من ما شاء الله يعني الاساتذه بتوعها اللي هم يعني شاطرين، وهم واخدين على تفريز الصلصه دي من سنين. دي بقى الطماطم التقيله. ابقى انا سبكتها كده، يعني سبتها ازاي وصلت للقوام ده؟ خليتها على نار هاديه لغايه ما تبخر منها الصلصه وتقلت خالص وتركزت لما بقت معايا كانها صلصه معلبه وتقيله. ابديها تستخدميها في ايه يا امان؟ دي هعملها اكياس صغنطوطه كده وهستخدمها لعمال المكرونه اللي بصلصه، لان المكرونه بتبقى مش عايزه يعني، او هتسلقيها وهتحطي المكرونه هتبقى محتاجه دي. اما لو هتعمليها زي بقى عقد الواحد، ودي اسهل حاجه، وانت عارفين ان انا ست بحب كل حاجه سهله. يعني بحب كل حاجه سهله وطعمها كمان نمبر 1، يعني طعمها حلو جدا. فهستخدمها سواء دي اللي انا مركزاها في المكرونه اللي انا سلقاها، اللي هي الناس العاديه بتعملها، اللي هي بتسلقها عادي وتقوم حاطه لها الصلصه، او اللي انا هاخد كيس من الطماطم اللي انا مكيساه الصلصه الخفيفه اللي هي ما هياش ولا سميكه قوي دي ولا هي خفيفه قوي زي ما شفتوا في الفيديو. هعمل بيها مكرونه العقد الواحد، او في ناس بيقولوا عليها مبكبكه ليبيه، هي مقربه للمبكبكه الليبيه يعني، بس بتبقى طعمها رائع. وطبعا ما شاء الله اللي شاف معايا المكرونه بتاعت العقد الواحد عارف اللي انا بتبقى مفلفله وما شاء الله رائعه. طريقة هنا انا طفيت الاضاءة عشان اوريكم لون الصلصة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، لونها احمر مش طاغي ورائع. اتمنى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم.